دلوقتي انتوا بتسمعوا عكس عكاس على الراديو. مستمعينا الاعزاء، اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من برنامج عكس عكاس على الراديو، النسخه الصوتيه من برنامج عكس عكاس اللي بيتذاع على اليوتيوب. برحب باصدقاء الكفاح واصدقاء النجاح، المهندس احمد عيسى. اهلا بيك يا ابو حميد. كنت لسه هعملها حالا. تمام. برحب بصديق الكفاح وصديق النجاح المهندس محمد صالح. اهلا بيك يا ابو حميد. بس قرن فلفل واكله فعامل له مشاكل. النهارده الحقيقه هنتكلم على هو اللي بيتكلم دلوقتي احمد المغازي. هو نفس قرن الفلفل برضه، انت عارف بنشارك في كل حاجه. الحقيقه النهارده فكرنا ان احنا نتكلم في موضوع شويه قريب من الموضوع اللي اتكلمنا فيه الحلقات اللي فاتت. احنا يا عم الارقام. طب انا الاول اقول الموضوع ده. مستنيين مداخلاتكم على 012 25 35 15 12 او 010 12 14 15 40. طيب الارقام قبل الموضوع. طيب الارقام قبل الموضوع مش ما علينا، مش مشكله. الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده هو التناقض، الشيزوفرينيا. سكيزوفرينيا، خليك انسان علمي. على اساس انه ماشي ما علينا. ازدواجيه المعايير. الله. لازم اطروحاتهم لازم بصمتي ده، لازم تحط التاتش بتاعك. طيب النهارده هنتكلم على السكيزوفرينيا او على الفصام اللي كل واحد فينا بيبقى عنده اكتر من شخصيه، كل واحد فينا بيبقى له اكتر من وش. سالت بعض الناس، تعرف حد عنده وشين؟ يقول لك دي بقت عمله نادره دلوقتي، الناس بقى عندها اكتر من 13 14 15 وش بالزبط. اكتر من وشوش اللي بتتعمل على الموبايل. تمام. الحقيقه انا الموضوع ده اكيد زي ما هو فارق معايا، فارق مع احمد ومحمد، اكيد فارق معاكم انتوا كمان. فعشان كده مستنيين مداخلاتكم على الارقام اللي محمد صالح هيقولها لنا. 012 25 35 15 12 او 010 12 14 15 40. مش عارف ليه حتى طارق نور بقى 40. عصام سيف. تحيه بنوجهها للفنان الفويس اوفر عصام سيف، اشهر فويس اوفر في مصر. احنا بنتكلم عن شيزوفرينيا. سكيزوفرينيا يا احمد يا سكيز. اللي شاف فيلم الفيل الازرق دايما كانت كلمه السكيز هم سكيزوفرينيا. لا تمام. طيب سؤال بقى، هل يعني انا هسالكم الاول ومن احنا يعني في نفس البيت، هل انت شايف يا ابو حميد ان انت عندك فصام في الشخصيه؟ انا وشي مكشوف يا باشا. انا وشي فيهم. انا هو وش واحد ومكشوف. وش واحد مكشوف. طب هل شخصيتك وانت في البيت غير شخصيتك وانت في الشغل غير شخصيتك وانت في البرنامج؟ الشخصيه واحده ولكن طريقه التعامل اللي بتختلف. طيب محمد، انا اعترف وكره اعترف ان انا عندي وشين. عندك وشين بس؟ ايوه، ما هو كفايه بقى حق الله، كفايه يعني. طب ما دام بتعترف قول الحق بقى. نعم، انا قلت لكم وشين. ما تغزوا بسكينه. يعني اخر بالك وشين، وش نواعمي رجالي ووش حريمي. وش نواعمي. وش رجالي ووش حريمي، زي الاعلان بتاع كده بتاع استرجل بالظبط كده. اللي هو فلان استذكر. بالظبط كده. انا حاسس ان انا عندي فعلا وشين. مش عارف ليه لما بعمل البنات بحس ان انا ببقى قافش. بالعكس يا صالح، انت حنين قوي. انا حنين بس قافش، خلي بالك. يعني بقفش بحنيه. حنين وقافش وشكله هيبقى داعش. خليك لعيب يلا. طيب سؤال، يعني بما اننا دخلنا في سكه التعدد. انت مين هيسالك احمد يعني؟ صح يسالوني. وانت عندك كام وش يا ابو حميد؟ والله يا باشا، هو اقول لك على حاجه، احنا شغلانه السيلز علمتنا ان احنا نبقى كل دقيقه بشخصيه، على راي المرحوم وائل جسار. تمام. فانت بتحاول تبقى مرايه للشخص اللي قدامك. يعني في حاجه في البرمجه اللغويه العصبيه اللي هي NLP اسمها التوائم القيادي. يعني انت عشان توصل وجهه نظرك لشخص محتاج ان انت تعمله سيميليشن او زي محاكاه كده لحركاته، نبره صوته، التون بتاعه، عشان تحلل شخصيته وبناء عليها تتعامل معاه، توصل له فكرتك. تمام. يعني مثلا زي ما حد مثلا انت بتتكلم معاه هو شخص اجريسيف قوي وقافش على طول وبتاع وكذا، فانت محتاج تبقى تعلي صوتك شويه، محتاج تبقى اجريسيف انت كمان عشان يحس ان في، يعني هو بيتكلم قدام مرايه، ايه ده هو انا قافش قوي كده، يقوم يبدا يجيب ورا شويه، فيبدا يبقى في مساحه للحوار.
فانا اعترف ان انا بحاول اتكيف مع الاشخاص اللي قدامي بقدر طيب الإمكان. خلينا نقول الجمله اللي قلتها تاني. الشخصيه واحده تمام، بس ولكن تعامل طريقه التعامل بيختلف. مختلفه. تمام. ف في لا مفيش حاجه، مفيش كمل. حاجه. طيب دوس يا حبيبي، دوس. خد راحتك، اتبسط يا حبيبي، اتبسط. المهم، اكيد طبعا في تفاعل الناس مع الشخصيات وتفاعل الناس في احداث الحياه كل يوم بيظهر خلال تعاملاتنا ان احنا بنشوف ناس بوش، ولما نقرب منهم اكتر بنلاقيهم بوش تاني. طبعا الموضوع ده ظاهر جدا 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 في خلينا نقول الاشخاص اللي بين قوسين متدينين، ولما بنتعامل معاهم او يبقى في بيننا وبينهم نوع من التعامل، في فلوس، في بيزنس، في علاقه مثلا، في ارتباط، في مصاهره او يعني جواز والكلام ده، بيبدا بقى يبان الوش التاني، الديكور اللي موجود، اللي زي ما كان عادل امام بيقول، ولا انا ما بحبش عادل امام، النسر بقى طار ومش عارف وايه، واللمبه اللي في وشه اتطفت والكلام ده، والكباسين بتاعت الدقن اتفكت. تمام. طبعا ده لا ينفي ان في ناس. طب ده لا مؤاخذه يعني يا برنس، يعني ده ايه بقى السبب في كده؟ السبب في كده ان هم اصلا بيحاولوا يظهروا بوش تاني غير اللي هم يعني بعد الفصل هنخش في الحوار ده. لكن هل هم اصلا في عندهم وش داخلي هم بيحاولوا يخفوه، لكن مع الوقت الوش ده بيقشر؟ يعني حلو بانت لبتك بعد ما دابت قشرتك، ولا هم يعني ده اصلا طبيعتهم ان هم اصلا فعلا عندهم الوشين دول موجودين جوه شخصيتهم؟ احنا هنعرف الكلام ده بعد ممكن، بس قبل ما نقول الفاصل. لا ما تقولش، لا النقطه مهمه لازم توضح. احنا ما بنتكلمش على الناس دي بالذات، احنا هنعمم ده كمثال فقط. ده مثال وليس تعميم. بالظبط كده. تمام. طيب اتفضل الفصل بتاعك. الفصل الاولاني مع مين؟ وائل جسار. كل دقيقه ملوخيه شخصيه، كل دقيقه شخصيه. اعجاز على الراديو. ورجعنا لكم مرة تانية مع برنامجكم عكس عكاس على الراديو. بنتكلم النهاردة على السكيزوفرينيا. مستنيين تليفوناتكم على 012 25 35 15 12 او 010 12 14 15 40. اتكلمنا احمد المغازي قبل ما يطلع الفاصل، كان بيتكلم عن الناس عامة، مش المتدينين خاصة، يعني بيتكلم عن الناس الملتزمة عامة، او الناس عامة انها بتبقى عندها وشين. فانا سألته سؤال، قلت له يا مغازي، الوشين دول نتيجة ان هم موجودين فعلا، ولا نتيجة ان هو بيمثل بوش وعايش بوش تاني جواه، فالوش ده من كتر الاستعمال بيتقشر فيبان اللي تحته؟ تمام. انت ايه بقى؟ انا قلت له يا عمر انت لازم عندك تنوع. اتصورت معاه امبارح. معانا مداخله بس خلص الاول بس البقين اللي انت بتقولهم دول. خلص يا عم البقين. طب ماشي، هات المداخله. لا خلص البقين هات المداخله. هات المداخله. خش البقين. قلنا رجع ماشي يقول لك كمل. طيب اكمل. المداخله هنقول الو يعني. هنقول الو. هات يا الو. معانا مداخله ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألف مبروك على البرنامج. اهلا بيك يا فندم، الف مبروك لحضرتك. الله يخليك يا رب، وان شاء الله من نجاح لنجاح باذن الله. ربنا يخليك يا فندم، اتشرف باسم حضرتك. الله يكرمك. انا كنت عايزه البرنامج اللي انت بتتكلم عنه، ولا حكايه الشيزوفرينيا ديت. تمام. احنا عايشين كل يوم، اعتقد كل ساعه في شخصيه شكل يعني. تمام، جميل. يعني في الشغل بطريقه، وفي البيت بطريقه، ومع الاولاد بطريقه، يعني حتى مع البواب بطريقه. انت بتحاول بتوصل للمفاهيم بتاعت كل بني ادم بتقابله. تمام. بس اعتقد ان الشيزوفرينيا اللي بتتكلموا عليها ديت ده مرض. صحيح، ده مرض نفسي. تمام. خدت بالك، له علاج وله اسباب. اكيد. يعني زي ما احنا اتفرجنا عليه في التلفزيون، في الافلام اللي بنشوفها. تمام. سواء كان بتاعت سعاد حسني ولا. تمام بالظبط.
تمام. يعني فانتوا بتتكلموا على انهي حاجه بقى؟ شيزوفرينيا المرض، ولا بتتكلموا عن شيزوفرينيا الحياه، ولا بتتكلموا على ايه بالظبط؟ اقول لحضرتك، هو احنا الهدف من الحلقه النهارده ان احنا نعمل تفرقه ما بين الثلاث مصطلحات اللي حضرتك قلتيهم. يعني ان ما بين ان في ادابتيشن اللي هو التكيف مع الشخصيات المختلفه، ان احنا بنحاول نتعامل مع كل انسان بطريقه نوصل بيها لطريقه كوميونيكيشن او تواصل كويسه معاه. وحاجه تانية ان احنا بنحاول نشوف الناس اللي عندها فصام في الشخصيه، ازدواجية معايير، عندها ازدواجيه معايير، وفي نفس الوقت عايزين نشوف الناس اللي عندهم بيعمل ديكور لنفسه معين او بيعمل ميك اب معين عشان خاطر يخدع الناس بيه، منافق يعني او نصاب بالظبط. فبنحاول ان احنا نفرق ما بين الثلاث نقط دول او الثلاث شخصيات دول. ده اللي احنا بنحاول نوصله النهارده من خلال الحلقه بتاعتنا. فعلا. هو طبعا هو برضه البني ادم اللي بيتجمل بهذه الصوره، ما هو ده مرض. اكيد ده مرض، ده مش. لكن انا لما احاول اتكيف مع يعني مثلا ان انا اوصل لاولادي باسلوب، واوصل لزوجي باسلوب، واوصل لزملائي في الشغل باسلوب، ده مش مرض. لا ده نوع، ده نوع من التكيف. ده ادابتيشن. ايوه بالظبط كده، نوع من انواع التكيف اللي احنا بنتكلم عليه. لكن حضرتك انا بسأل حضرتك، يعني احنا بنتكلم عن ان انا بحكم بكلمه مكيالين او عندي ازدواجيه في المعايير. يعني انا بحكم على الناس بطريقه، وناس تانية مقربين بحكم عليها بطريقه تانية، وبحكم على نفسي بطريقه ثالثه. بس برضه ده موضوع تاني خالص. يعني ما هو احنا بقى قلنا سكيزوفرينيا يعني كنوع من الدعايه عشان نلم الناس على الموضوع بالظبط كده. يعني انت قلت اسم كبير قوي قوي قوي، لكن انت اللي بتقصده حاجه ثانيه خالص. هي سكيزوفرينيا اجتماعيه يعني. ايوه يعني اجتماعيه. بس اصل يعني اللفظ كبير قوي، يعني اخدت بالك ازاي؟ تمام. وما نقدرش نعممه، يعني احنا ما نقدرش نعممه الا بقى اذا ايه. يعني انا مثلا رحت ماسكه ابني ورحت مزعقه له وقلت له انت انسان مريض، انت عندك شيزوفرينيا، انت فاهم ازاي؟ يعني حاولت ان انا ابث له الفكره دي. لا بس هو على فكره هو ما عندوش لكن عموما جميل يعني ان انتوا بتحاولوا تبسطوا الفكره بقى يعني للي بيسمع ان طب بنحاول والله إيه هو المرض. طيب حضرتك هو المرض اساسا شايفه اسباب الاسكيزوفرينيا الاجتماعيه او الكلب ميكالين او النفاق او ايا كان، شايفه اسبابها ايه؟ الظروف اللي احنا بنعيش فيها. ظروف ازاي بقى؟ علاقه الظروف بان احنا نكون عندنا كلب ميكالين او ان احنا كده يعني؟ يعني ان انا بتكلم مكيالين. لا انا لا اكيد مكيالين مش حضرتك قصدي ان ليه في ناس بتكلم مكيالين. انا بتكلم. ايوه انا فاهمه طبعا اكيد بتكلم مكيالين، بس لا ده مش عادل. يعني ازاي؟ لا مش ده مش المرض ولا دي. ايوه ايه سببه؟ لا ما انا بقول لك برضو الظروف اللي احنا بنعيش فيها، او الظروف واقع تحت ضغط معين فبيحاول يكلم مكيالين، مع ده بصوره بشخصيه، ومع ده بشخصيه يعني ممكن نقول الخوف. مع ده الخوف دي حاجه اسمها حيل دفاعيه. يعني دي حيل دفاعيه نفسيه. الضغط مع الخوف، فانت بتغير كلامك اللي ممكن تقوله في وقت تاني وانت حر. بالظبط كده. فبيحاول ان هو ايوه بالظبط كده يكيل بمكيالين عشان يعرف يعيش في الدنيا. تمام، عشان يمشي اموره. ايوه بالظبط كده. عشان خاطر ايه؟ يعني الدنيا بالنسبه له تمشي. اخدت بالك؟ ما انا بقول لك، ما ده نبع من الظروف اللي احنا عايشين فيها. اخدت بالك انت ازاي؟ لكن انت لو في ظروف كويسه ومرتاحه مش هتلجأ لحكايه ان انا اكل بمكيالين. فانت رجعت للاسلوب ده وانت واقع تحت ضغط معين. بس ده مش مبرر. والله عند ناس بيبقى مبرر. يعني مش صح. يعني عند ناس بيبقى هو مش صح خالص يعني. بس في عند ناس بيبقى مبرر قوي. هو يعني عارف زي اللي بيتمسك بالحياه. انا ماسك الحياه بايديا، خدت بالك انت ازاي؟ وبعافر في الحياه عشان اوصل لحاجه معينه. فايه فتبص تلاقيه بيعمل كده. مش يعني انا مش مقتنع بفكره ان انا اتعامل يعني اكيد بمكيالين او يبقى عندي ازدواجيه في المعايير عشان خاطر اعرف اعيش. انا زي ما انا قلت، هو الشخصيه بتبقى واحده لكن طريقه التعامل مختلفه. لكن انا لو بكذا شخصيه مع كذا حد، يعني يبقى انا كده بحاول اجمل صورتي على حساب نفسي. بتجمل صورتك على حساب مبادئك. بالظبط تمام بالظبط. صح. بس انت بتعمل كده ليه؟ هو يعني الشخص اللي بيحاول يعمل كده بيكون بيحاول ان هو يحمي المصالح بتاعته. زي ما قلت لحضرتك، هي اللي بنسميها
حيل نفسيه دفاعيه، يعني زي الشخص مثلا أيوة. هو ليه انت بتلجأ للحيل دي؟ لان انت مضطر. هو مش بيلجأ بمزاجه، يعني هي دي في الجهاز العصبي بتاعه او السيستم بتاع الوعي عند الانسان ده بيكون وارد. بس هي الفكره، هي دي حاجه موجوده جوه الانسان، يعني ربنا خلقها جواه. بس هي الفكره هو بيحاول يمانج القصه او يدير الموضوع ده ازاي. هو ده الفرق بين الانسان السوي والانسان غير سوي. فما كل ما قرب من القصه دي بيبقى انسان سوي، كل ما بعد عنها بيبقى انسان غير سوي. فانا بشكر بص، حضرتك. انا عايزه اقول لك حاجه. هو ربنا خلقنا طبعا فينا كل التناقضات اللي في الدنيا كلها. تمام. خدت بالك انت ازاي؟ وانت اللي بتكلف نفسك وبوضعك وبتختار، يعني ما انت عندك الجنه والنار وانت اللي بتختار هتمشي فين. تمام. اخدت بالك انت ازاي؟ بس انت بتختار من واقع ايه؟ من واقع ظروفك، من واقع الظروف. عمر بن الخطاب قال لو كان الفقر رجلا لقتلته. تمام. طيب اخدت بالك انت ازاي؟ احنا خدنا الفكره من حضرتك وهنكمل مناقشه فيها في بقيه حلقتنا ان شاء الله. طيب انا متشكره جدا على الاستماع بتاعكم. ربنا يبارك في حضرتك والف مبروك. الله يخليك يا فندم، ومتشكرين جدا لاتصال حضرتك، ويا ريت تشرفينا باتصال كل مره ان شاء الله باذن الله. شكرا. مع الف سلامه. طب اكمل البقين متصله اتكلمت. وظهر معانا اتصال تاني. اللهم صل على النبي. اللهم طب ماشي. يا صلاة النبي. هي الفكره اللي احنا بنتكلم عنها ان انت ممكن يعني يبقى حد معاك في الشغل مرتشي ويقول لك يا عم عامل ربنا في اللي انت بتعمله. تمام. او دي بقى اللي انك بتنصح حد وانت واقع في مشكله وانت مش عارف تحل مشاكلك. طيب اقول لك على حاجه بقى. المعيار الاساسي طب احنا معانا مداخله ثانيه كمان. اتفضل. وهنقول الو. ايوه ويا ويلكم يا عم الحاج. مين معايا؟ معاك الدكتور محمد حلمي يا فندم. اهلا وسهلا دكتور محمد. دكتور محمد، احنا بنتكلم النهارده عن الاسكيزوفرينيا الاجتماعيه او الكلب المكيالين او ازدواجيه المعايير. ايوه تمام. والله انا كان ليا راي كده معين بالنسبه للموضوع دوت. هو الموضوع الاسكيزوفرينيا اللي هي الفصام ده اللي هي اكتر حاجه اتهرست في السينما المصريه، بخصوص يعني ان الواحد يبقى الصبح بشخصيه وبالليل بشخصيه ثانيه. تمام. بس هو ده مش المعنى الحقيقي. الفصام معناه ان العيان مش قادر يفرق ما بين الواقع، يعني ما بين العيان بيبقى عنده كده حاجه كده دماغه مرض عقلي مش مخليه قادر يفرق ما بين الحقيقي والخيال. يعني مثلا في بعض مثلا انواع، مثلا تلاقي مثلا واحد بيشوف مثلا حاجه في التلفزيون ويحلف دي فكرتي هم سرقوها مني مش عارف ايه، ده مثلا مثال على الاسكيزوفرينيا. تمام. انما الاسكيزوفرينيا الاجتماعيه مثلا انا في تشبيه، يعني ان انا مثلا واقف قدام المدير بتاع الصبح وانا عارف ان هو انسان فاسد وانسان حقير. تمام ما شاء الله. فانا واقف غصب عني مكسور قدامه وهو عمال بيلب فيا. اوكي، وانا مطالب ان انا ابتسم له واضحك له وانت الكبير بتاعنا وانت حبيبنا عشان انت شره. تمام. لا دي حاجه ثانيه دي كلمه ثانيه ما يصحش نقولها في البرنامج يعني. طيب اوكي. لا يعني لا قصدي مش قصدي حاجه، قصدي ان اللي حضرتك بتتكلم فيه ده ان واحد بيعمل كده مع المدير بتاعه ده يبقى بني ادم تيت. انت فاهم طبعا. لا هي برضه مش كده، خلي بالك. لا هي انت مضطر في شغلك تحترم مديرك. بص انت في شغلك مضطر تحترم مديرك حتى لو ابن تيت. بس في نقطه الاحترام. بس انت في شغلك مضطر ان انت تحترم المدير بتاعك حتى لو هو ما كانش مثلا في نظرك ان هو مدير الكفء اللي انت كنت بتحلم ان هو. لا بس التعامل يا دكتور محمد بيكون الند بالند. بس يعني احنا مثلا يعني احنا مثلا في الحياه بتاعتنا كل يوم، احنا مثلا كل يوم انا ممكن اتعامل مثلا النهارده مع واحد بشكل معين. مثلا هل انا اتعامل مثلا مع البواب مثلا بتاعنا زي ما هتعامل مع زميلي في الشغل، زي ما هتعامل مع مراتي لو انا متجوز؟ اكيد كل واحد فيهم بيبقى ليه ليفل معين من التعامل او لسان اكلمه بيه، ليه لغه خاصه وليه طريقه خاصه في التعامل، او ان انا بوشين. لا احنا بنغير لساننا على حسب الرد اللي احنا الانسان احنا بنكلمه. تمام. ده ادابتيشن اللي قالوا ادابتيشن مش ادب، يعني ادابتيشن اللي هو التكيف اللي قالوا احمد المغازي. تمام. لكن انا برضو بسأل برضو سؤال تاني. هل التكيف يتطلب تغيير المبادئ؟
التكيف وتطلب تغيير المبادئ. لا طبعا، هو طبعا انت عشان خاطر تبقى موجود في مكان، يعني انت مثلا لو انت راجل كويس وكفء وشاطر وزي الفل وقعدت في مكانك او دخلت في سوق العمل بشكل جديد، اوكي تمام. فانت لو فوجئت ان الناس اللي حواليك عشان تمشي امورها في الشغل تتطلب منها حاجات معينه يعني مش صح، تمام، زي مثلا النفاق مثلا، الرشوه، يعني الواحد فانت هتبقى دلوقتي في الحيره. انت هتحس ان انت لو انت ما بقتش زي الناس دي شغلك هيتاثر وحياتك مش تمشي كويس في الشغلانه الجديده بتاعتك دي، فهتضطر ان انت تقف قدام المعضله ديت. يا اما انت تستمر في انك تحاول انك تسلك امورك من غير ما تغير مبادئك، يا اما تبقى زي الناس اللي حواليك بقى وخلاص. وهي بقى دي المعضله اللي بتقابل الناس في اي شغلانه جديده بيشتغلوها يعني. تمام. متشكرين اتصال حضرتك دكتور محمد، ونتمنى تتصل بينا كل مره ان شاء الله. هنطلع فاصل التاني بس بعد ما نقول ارقام التليفونات مره رابعه: 012 25 35 15 12 او 010 12 14 15 40. معانا الفاصل التاني مع احمد سعد، سألت نفسي. دلوقتي انتوا بتسمعوا عكس عكاس على الراديو. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومستنيين مداخلاتكم على الارقام 012 25 35 15 12 010 12 14 15 40. اللي لازم نوضحه ارقام زي والله العظيم انا احسن واحد بقول ارقام في العالم. 40. اللي لازم نوضحه في موضوع السكيزوفرينيا الاجتماعيه او ازدواجيه المعايير ان احنا بنتكلم على الصوره الغلط، مش الادابتيشن او التكيف اللي احنا بنعمله. انت كل يوم بتنزل بتروح شغلك، بتتعامل مع ناس كتير قوي في شغلك. شيء طبيعي ان انت هتتعامل مع واحد غير التاني، لكن انت بتحافظ على خيط رفيع هو عبارة عن شخصيتك، كيانك. انت واحد بتتعامل بكذا طريقة، لكن المشكلة ان في ناس بتتعامل بكذا شخصية، بحيث انت نفسك ما تعرفش انت بتتعامل مع مين. القصة كلها في ان انت عندك مبادئ ثابتة بتتصرف على اساسها، لكن بتغير من طريقة تعاملك مع الناس. هي دي الصورة اللي احنا عايزين نوضحها. الصورة دي هي اللي لازم الخيط الرفيع ده هو اللي لازم يوضح. كنا بنتكلم مع احمد في قبل الهوا الفكرة احمد اللي انت كنت قلتها ان احنا التغير ما بين التعامل ما بين واحد والتاني يعني. تمام. تمام كمل. هو النقطة في ان الناس دايما بتحاول انها تكون شكلها لافلي وكيوت. حلو، ده حقك انك تبقى لافلي وكيوت وامور وعسول وكل حاجة، ده طبيعي. لكن المشكلة الكبيرة ان ده بيبقى اوفر اكتر من اللازم. يعني انت بتحاول ان انت تجمل صورتك وشخصيتك وكلامك واسلوبك على حساب خداع الاخرين. دي النقطة اللي احنا بنتكلم عليها، انه مش معنى ان انت تبقى يعني جواك حاجات وحشة كتير او في عندك اختلالات معينة انك تخدع الناس. احنا قلنا قبل كده في عندنا جوه كل واحد فينا في 3 شخصيات. في الشخصية اللي هي الانا الاعلى، او الشخصية اللي انا نفسي اوصل لها، او الصورة اللي انا نفسي اوصل لها، والصورة اللي الناس شايفاني بيها، والصورة التانية او الصورة التالتة اللي هو انا دلوقتي حاليا عامل ازاي. تمام. وانت في الشغل طبعا من المواقف المشهورة جدا زي ما دكتور محمد اتكلم معانا وقال انه بتقابل المدير بتاعك بيكون ممكن يكون مش كواليفايد كفاية يعني، وممكن يكون انت كمهارة او كفن او كخبرة او كذا اكتر منه، لكن هو شاءت الاقدار ان هو يكون في المكان ده مدير عليك. فانت عارف ان هو مثلا ممكن يكون مش مؤهل، ممكن يكون في اكتر من كده، ممكن يكون هو انسان فاسد، ممكن يكون هو مرتشي، ممكن يكون كل ده. فانت بتبقى مضطر انك تتعامل معاه بأدب. على فكرة ده مش اضطرار عشان هو مديرك، لكن ده اضطرار علشان خاطر انت بتعامل الناس باحترام. ومعنى انك تعامله باحترام مش معناها انك يعني زي ما بيقولوا كده تطاطي. انت بتتعامل الند بالند. خلال التعامل بتاعك معاه انت بتتكلم من خلال الجوب ديسكريبشن بتاعك او التوصيف الوظيفي في مهام معينة مسندة ليك، مش هينفع تعملها غير بشكل قانوني.
تمام. واظن احنا الثلاثه مجربين وسيبنا شغل كتير بسبب القصص دي. تمام. فالتكيف انك تبقى كويس جدا مع كل الناس، تتعامل مع كل حد بالطريقه اللي توصل له الرساله بتاعتك او الفكره بتاعتك او المعلومه بتاعتك او المفهوم بتاعك بافضل طريقه ممكنه مناسبه ليه هو يفهمها. زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خاطبوا الناس على قدر عقولهم. يعني شوف هو المينتاليتي بتاعته عقليته ماشيه ازاي واتكلم معاه بالطريقه اللي هو يفهمها. برضو دي النقطه اللي هي الصح. تمام. يعني البيزنس وايز زي ما بيقولوا هو لكن الغلط ان انا اكون متاكد تماما ان الناس اللي حواليا يسهل خداعهم وانا استمر اجاهد اشتغل. ان انا مثلا ممكن ادعو الى الفضيله وادعو الى الاخلاق وادعو الى مش عارف ايه وانا لا اقوم بهذه الاشياء اطلاقا. بس اربط عندك كده بقى ماشي. على فكره الموضوع ده بقى منتشر جدا، وتقريبا انا اعتقد يعني ان مفيش ذكر في بالذات الدكوره يعني. تمام. مفيش ذكر في المجتمع المصري تمام ما عندوش على الاقل 1% من 1% من الحكايه انتوا قاعدها دي. زي ايه مثلا؟ اتفضل. مفيش واحد كلنا حبينا. تمام حلو. بس مفيش واحد يرضى ان اخته تحب. تمام صح. هو في فرق إيه بس بقى؟ انا عايز اقول حاجه. كلنا حبينا ماشي، كلنا مشينا صاحبنا كذا. لا اتكلم عن نفسك لو سمحت. طيب انت ماشي. انت كده محطوط في خانه صعبه واحمد. انا مش عارف مشكله. اقول لك على حاجه. في فرق بين في فرق بين الحب. سلامة حياتك. تيت. في فرق بين الحب والصحوبيه. في فرق. انا بتكلم عن الحب. طيب الحب مش غلط ولا حرام ولا عيب، وانا عايز حد، انا اتحدى هو احنا على الهوا حد يقول ان الحب حرام. تمام. فان اختك او بنتك تحب ده مش عيب ولا حرام. تمام. العيب والحرام بقى انك تبقى اب هفق. اللي هو ايه بقى الاب الهفق ده؟ اللي هو يبقى عارف انها في علاقه حب حرام ويسيبها. يقول لك انا بنتي براحتها تعمل ايه عايزاه. هي غالبا بيبقى هفقات هم الامهات، لان هم فاكرين ان هم كده هيتجوزوا بناتهم. لا غلط. انت بتحبي فلان. اقول لك على حاجه. في حد من الناس المحترمين جدا، دكتور امجد قرشه، هو من الدعاة المشهورين في الاردن. كان قاعد في جلسه من الجلسات فبيتكلم عن انه في حكيت له ان بنتها بتحب شخص معين. تمام. وهي البنت من حيائها او من خجلها مش قادره تقول طبعا يعني العادات والتقاليد والكلام ده. قال طب انا ممكن اروح اخطبه لها. تمام. الاب ما يبقاش عنده حرج انه يروح يخطب شخص لبنته، لا شرعا ولا عرفا حرام، بس ممكن بعض التقاليد الباليه تقول لك لا ليه وانا بنتي بايره. طب خلاص مش خليها قاعده جنبك بقى. هي وحشه مثلا ده بيجي لها عرسان ياما. ياما اموت واعرف يعني ايه ياما دي مش عارف. تمام. فاحنا عندنا عادات وتقاليد ممتازه جدا، وعندنا عادات وتقاليد زي ما محمد كان بيقول محتاجه مشط كبريت نولع فيها. تمام. فمحتاجين نوزن القصه دي كويس قوي. فالحب تاني اقول تاني الحب مش حرام. تمام. بس الحب لا تطور للصحوبيه، مفيش صحوبيه بين ولد وبنت، في زماله تمام. وزماله ليها شروط وليها اطار وليها كذا، ومش بعقد الموضوع ده حتى في البيزنس وايز، حتى في الايثكس كود اللي موجوده في الشركات في اطار معين للتعامل بين الولاد والبنات او حتى الزمايل وبعض يعني. تمام. طب التعامل من خلال الشغل فقط، ما يتطرقش لامور شخصيه. مش مجرد ما فتح الباب الشخصي بس خلاص باظت. طيب خلينا نكبر الدايره اللي كان فيها شويه. ما نتكلمش على الفرد، المجتمع نفسه متناقض. طب اقول حاجه على حته التناقض. هو عامل ايده كده. مفيش حد، عشان بس ما يبقاش عندنا عقده جلد الذات، مفيش حد ابدا قولا واحدا بيقول حاجه وبيطبقها 100%. الانبياء فقط هم اللي كانوا بيعملوا كده. تمام. فدي بس حاجه عشان ما يبقاش عندنا جلد للذات. تمام. لكن الشطاره اللي هو تقدر تقرب من، يعني طبعا مستحيل هتجيب 100%. خلينا نتكلم بصراحه من خلينا ما نطيرش الناس عصافير في الهواء. بالظبط. لا مفيش. يعني نحاول بقدر الامكان ان احنا نقرب من 100%. انا عارف ان انت يعني تمام ولن تعدله يعني ما تحاولش، بس انت حاول تقرب يعني. سدده وقاربه، حاول ان انت تقرب. تمام. يعني ليبلوكم ايكم احسن عملا. على فكره فكره الكايزن والتحسين المستمر موجوده في القران برضه. الايه الكايزن اللي هو التحسين المستمر. المصطلح ايه الكلمه دي؟ كايزن اللي هو التحسين المستمر. تمام. ماشي. موجوده حتى ان احنا الله يرحمه. ده هو اللي علمنا الله يرحمه. تمام. فمهم جدا ان احنا يبقى عندنا العقليه دي. تعالى نرجع تاني لفكره تناقض المجتمع. تمام. عارف ده كذا بس كذا.
اللي هو مثلا خلينا نتكلم بصراحه برضو. اللي هو الواد طيب قوي بس مسيحي يا جدع. ايوه. اللي هو الواد ده هو مسيحي بس كويس. مسيحي بس كويس. هي مش محجبه بس محترمه. مش محجبه بس محترمه. ايه تاني؟ حاجات بقى كتير بقى، قيس على ذلك حاجات كتير يعني. هو اهلاوي بس طيب. مثلا يعني بما اننا في المصري اف ام يعني. فدي احنا على فكره لازم نتعلم من حاجه مهمه قوي، ان احنا نوزن الناس بحسناتهم وسيئاتهم مع بعض. تمام. يعني مش علشان واحد يعتنق ديانه معينه انت مطالب على فكره في اكتر الكتب اللي بتتكلم عن المعاملات الاسلاميه. في كتاب اسمه منهاج المسلم، ده من اللي عمله ابو بكر الجزائري، ده من اكتر الاصوليين في تمام، يعني من اكتر المحافظين خلينا نقول. يعني في باب اسمه الادب مع غير المسلم. طيب انا عايز بس اقوم بدور جلدة الحنفيه اللي احمد كان قايم بيها امبارح في البرين ستورمينج عشان ما نسترسلش كتير. احنا بنتكلم على التناقض المجتمعي. تمام. هنتكلم على الفكره دي بعد الفاصل. معانا هو احنا معانا فاصل برضو يعني ذات معنى، ان هو المرايات. ليه انت لما تقف تبص قدام المرايه هل انت بتعرف تبص في عينين نفسك، ولا انت عندك القدره على المواجهه ولا لا؟ عايز ترزع نفسك تفه بين قرطك يعني تكون زي الفل. احنا معانا اغنيه المرايه بتاعت شيرين. نرجع لكم بعد الفاصل. فلسفه. دلوقتي انتوا بتسمعوا عكس عكاس على الراديو. ورجعنا لكم تاني مع برنامجكم عكس عكاس على الراديو، وبنتكلم على السكيزوفرينيا الاجتماعية. مستنيين تليفوناتكم ومداخلاتكم على 012 25 35 15 12 او 010 12 14 15 40. فيك او صلاح جدا 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 جدا. هقول لك على حاجه بس ما تزعلش مني. قول يا حبيبي. احنا قاعدين مع بعض، ما حدش سامعنا يعني. بتفكرني باللي بيبيع خط موبايل عند المعديه. بيقول نفس الجو ده. 1000 دقيقه يا استاذ. 1000 دقيقه و50 رساله مجانيه يا استاذ. خلاص. طيب كنا بنتكلم قبل الفاصل عن انت هل تعرف تبص في المرايه قدام نفسك وتبقى قادر تبص في عينيك. لو قادر تبص في عينيك يبقى حاجه من الاثنين، يبقى انت انسان كويس قدام نفسك، يا اما انت انسان ما عندكش ضمير. صح؟ يعني حتى بتضحك على نفسك في دي كمان ان انا ما انت قشطه يا جدعان. انا ما عنديش ضمير. انت اصل انت مطالب تبص. انت مطالب تبص لنفسك في المرايه كل يوم. خلي لا مش انت انا الكلام ده بعيد عنك. مش انت يعني اخد بالك. بس انت راجع. والله انا شايف حته المواجهه مع النفس دي مهمه، بس فعلا في ناس عندها العضله بتاعه المواجهه دي ميته. يعني هو بيبقى عنده استعداد يكذب ويمثل الكذب ويصدقه. هو بيبقى عنده يعني نوع من المرض، بيبقى مثبت صوره ذهنيه لنفسه معينه وبيحطها عنده كده، بيعمل لها سبمشن. تمام. عارف السبمشن بتاع الجنسو زيه بالظبط كده. ما فيش حد بيعمل له تاب اوت بقى. تمام. ما حدش بيخبط له يقول له خلي بالك انت رايح في داهيه. لا وعلى فكره ساعات بقى لما تبقى تخبط له كمان ما يسمعكش. ويقول لك انت ايه ده وانت مالك. لا مش انت مالك، هو فعلا فاكر نفسه كويس. تمام. هي المصيبه ان هو فاكر نفسه كويس وما بيغلطش، وبيتعامل معاك او مع الناس اللي حواليه على اساس ان هو فعلا كويس. لدرجه ان هو من كتر ما بيكذب على نفسه ان هو كويس بيقدر فعلا امبريشن مشاعره ووشه وايموشناته كلها ان هو صادق فعلا وكويس، لكن هو اصلا في الاول وفي الاخر هو كذاب كذب الابل يعني. هي المشكله ان هو بيبقى راسم لنفسه صوره وبيدافع عن الصوره دي. تمام. وبيفضل يكرر الصوره دي على نفسه كل يوم لحد ما هو شخصيا بيصدقها. تمام. هي الفكره في كده. المشكله بقى مش برضو انا عايز اكد على دي، المشكله مش في كده، المشكله في ان هو عارف انه غلط. يعني هو غلط وعارف انه غلط وبالرغم من كده لابس طوب الفضيله. بالظبط. تمام. هي دي المشكله. زي ما كنا وسعنا الدايره وكنا في تناقض المجتمعي. في حوار حصل يعني بيني وبين حد امبارح. كنا بنتكلم على الحادثه بتاعه الميكروباص اللي خبط في الطياره. ايوه في مطار القاهره. ده بجد مش تهريج، ده هو ميكروباص خبط في طياره في مطار القاهره. والسواق اتنقل المستشفى وكده. فاحنا بنتكلم فهو بيقول لي ده تصرف فردي. تمام. فهو انت متخيل هو وصل بنفسه لفين عشان ما يقولش ان ده غلط وان ده تصرف فردي من الراجل اللي اتصاب في الميكروباص. يعني انت يعني شايف الصوره عامله ازاي؟ نفس المنتاليتي بتاعت الراجل اللي بيقول يا جماعه ما الادويه موجوده والدنيا جميله، فترد عليه تقول يا باشا انا اسف احنا اللي ما بنعرفش نعيه. بالظبط. ايوه بالظبط كده. احنا مش عارفين نعيه كويس يعني. بالظبط كده.
طيب يعني انت شايف ان مثلا بما ان المغازي بتاع شعوذه وكده، تمام. هل انت شايف ان ده مرض نفسي؟ يعني هل ان انت تبقى فاكر نفسك او بتمثل ان انت كويس وانت زي الزفت، هل ده مرض نفسي ولا هو عارف ان هو وحش بس انا لازم اعيش كده؟ خايف من الفضيحه. خايف من الفضيحه بقى، خايف من المواجهه، خايف من ايا كان. في نقطه، ما يعني مش عايز برضه احطه في حته المرض النفسي قوي، بس في ناس كتير مننا كمصريين يعني بيحاولوا ان هم بقدر الامكان يتجملوا امام الاخر، وحتى دي ظهرت اكتر من عمل درامي. يعني واضح ان الاعمال الدراميه بقت يعني ايه، بقت محفز اساسي للوعي الجمعي عند الناس. اوسكار في كاتب اسمه اوسكار وايلد كان يتكلم على الطبيعه التي تقلد الفن. بالظبط. مش الفن اللي بيقتبس من الطبيعه. بقت الطبيعه هي التي تقلد الفن بالظبط. فدي مشكله كبيره احنا بنواجهها طبعا. بس انا عايز اقول حاجه، اي حد فينا بيحاول ان هو يبدو اجمل ويبدو بشكل افضل، ده طبيعي تمام. بس اللي مش طبيعي انه ما يبقاش عنده وقفات للحساب بينه وبين نفسه، دي نقطه تمام. النقطه التانية، ما يبقاش عنده ارتباط بالقيم بتاعته، وده مش كلام فلسفه والله، بس ده بجد. يعني محدش بيفكر كده. لا يعني ده لازم يا جماعه، انا مش علشان محدش بيفكر كده يبقى الكلام ده غلط او كلام نظري. انا اقصد ان انت انزل درجه تمام، واتكلم على اللي لازم يعيش. يعني هو شايف نفسه ان هو لازم يعيش فلازم يعمل كده. لا انت لازم تعيش، بس لازم تبقى راجل. اللي تقوله راجل هنا مش معناه ان هو ذكر، يعني راجل يعني حتى اللي تقوله تعمله. عندك مبدأ، تبقى شخص مسؤول. عندك مبدأ. بلاش شخص مسؤول، نتكلم بقى بالبلد خالص، تبقى واد قد كلمتك. تمام. تبقى واد مجدع كده وقد كلمتك، واللي تقوله بتعمله، والحاجه اللي انت مش قدها ما بتعملهاش، ولما توعد حد وعد تنفذه. طيب عشان احنا دلوقتي بقى معانا 3 دقايق، فاحنا تمام نعمل بقى تعالى نسخن الدنيا شويه في 3 دقايق دول. تمام سخن. وناخد الفكره اللي صالح قالها. هبدا بيك وانا هنتهي. طيب انت بتعرف تبص لنفسك في المرايه وتحس انك صح؟ انا احمد المغازي بعرف ابص لنفسي في المرايه وبعرف اطلع اخطائي وبحاول انفذ كل اللي بقوله، بحاول. محمد طيب. صالح. انا الحمد لله ما ببصش في المرايه كتير اصلا لان ما عنديش شعر، بس لما ببص في المرايه وانا بحلق شعري بنفسي، على فكره بحلق لنفسي، ده حاجه كويسه جدا. لما ببص في المرايه بحس ان انا لسه محتاج شويه تعديلات، بس على الاقل قادر اواجه نفسي بيها. بس ساعات بصراحه بحس، مش بقى السكيزوفرينيا دي، ساعات بحس ان انا عندي شويه ضعف في حاجات. يعني ساعات بحس ان ده يضعف في شعري. هدي شعر يا عم، انت اتكلمت عن شعرك النهارده كتير قوي على فكره. انا مش موجود، تخيل. انسان ضعيف. تخيل لو تخيل لو موجود. بحس ان شويه كان المفروض ان انا اخد قرارات في صالحي مش ضدي، بس انا بسبب طيبه قلبي، والله العظيم موديني في داهيه طيبه قلبي دي. مش قادر اخد قرارات معينه، ما قدرتش اخدها بصراحه. يعني ساعات بحس بندم ان انا ما خدتش قرارات صح في وقت صح. ممكن تاخدها، سيبها خدها يوم السبت عادي. انت طيب. بتعرف تواجه نفسك؟ انا بعرف اواجه نفسي جدا. بتعرف اذا كنت صح ولا غلط؟ بتقول كده في وش نفسك انا صح او انا غلط؟ الحمد لله، فضل الله من عند ربنا. تمام، انا كده وصلت. طب وانت يا كابتن؟ نعم. وانت بلغت انت ايه انت بتعرف تواجه نفسك؟ انا بص فاكر لما كنا في تيوب ستار عمرو السعيد قالوا رضي الله يمسيه بالخير. انا زي ما بقول على نفسي، انا وشي مكشوف، انا اكسبوزد زي ما عمرو السعيد قال. تمام. انا عارف لما بغلط ببقى عارف ان انا غلط، ولما بستمر في غلطي ببقى عارف ان انا مستمر في غلطي، ولما بعمل حاجه صح ببقى عارف ان انا عامل حاجه صح. يا فرحتي. طب وبتعمل ايه بقى؟ بص، هي الفكره بقول لك، هي الفكره في صورتك الشخصيه قدام نفسك. انا دايما اقول الكلمه دي، انا مش مثل اعلى لحد، انا مش عايز حد يقلدني. انا كائن ضعيف متهم دائما بالعجز والتقصير، وعارف ان انا اللي بعمله امتى بغلط وامتى بعمل الصح. الانسان ضعيف. طيب احنا وقت الحلقه للاسف فكس خلص. احنا لسه دقيقه. انا عايز اقول اي حاجه في الدقيقه دي. قول يا حبيبي بسرعه. لا قول انت. انا عايز ماليش دعوه، انا عايز دقيقه بتاعتي. الانسان ضعيف. طيب احنا حلقتنا خلصت لحد كده. اتمنى ان الناس كلها تقدر تواجه نفسها، تقدر تشوف اخطائها فين، تقدر لو هي عندها سكيزوفرينيا اجتماعيه تقدر تعالجها، تقدر تقف وقفه صح مع نفسها، حتى لو الكلام ده هيجي على حساب مصلحه معينه، بس على الاقل تبقى قدام نفسك راجل او تمام. انت تقدر تغير من نفسك، انت تقدر تبقى انسان احسن، انت تقدر
تغير اللي حواليك. الاهم ان انت تبقى راضي عن نفسك. بالظبط كده. نطلع الفاصل الاخير، وبجد ساعدنا جدا بالمداخلات اللي جات لنا النهارده اللي كانت اثرت الحلقه جدا. وهنختم الحلقه بقى باغنيه انا مين لإساف. تصبحوا على خير.